السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة في الكرة مع عماد. الكرة مع عماد، عايز أوضح بس حاجة. كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اتقال إن عنده كورونا. لا كورونا ولا غيره. هو القصة كان أعراض للبرد وأعراض مشتركة ما بين هنا وهنا، كورونا وبرد. في برد وفي كحة، لكن الدكتور طبعا قال له لازم ترتاح خالص، لان الكابتن الخطيب ما بيحبش يريح نفسه. على طول في اجتماعات وعلى طول في اتصالات وعلى طول في قصص كبيره في النادي. حالته بدات تتحسن بشكل كبير، هيرجع يزاول نشاطه تاني في النادي الاهلي وهيحضر اجتماعات. وهو طبعا مريض بيطمن على احوال الفريق الاول ده هو اساس كل حاجه، وعلى كل حاجه في النادي، وعلى الجمعيه العموميه اللي هيتم فيها انتخاب نائب للرئيس مكان الراحل اللي عامل فيه. بطمن بس كل جماهير النادي الاهلي، حالته مستقره، هيرجع تاني يمارس نشاطه خلال الفتره اللي جايه. ده خبر خلص يا استاذ محمد، على اساس ايه تعرف تفصل ما بين الاخبار وبعضها. الخبر التاني، الواد كهربا يظهر عليه واد محظوظ في كل حاجه. جاي له عرض سينمائي يمثل قصة حياته، انتقاله للأهلي والزمالك والخناقة واللي حصل في الاتحاد الدولي واللي ما حصلش في الاتحاد الدولي، وأسرار جديدة خالص خالص. الخبر اللي أنا بقوله ده حصري. فيلم سينمائي يشارك فيه كهربا، يبقى البطل بتاع الفيلم. لسه ما استقروش على باقي الأبطال وباقي الشخوص زي ما بيقولوا طبعا اخواننا في السينما، الناس المحترمه. احنا مالناش في السينما، احنا بتوع رياضه طول عمرنا. قصه وما فيها هتظهر حقائق كتير، والفيلم ده ممكن يكسر الدنيا ما بين جماهير الاهلي وجماهير الزمالك. في حقائق كتير هتتقال، ومسؤولين اتدخلوا بعينهم عشان يتوجه يروح اهلي وما يروحش زمالك. ده خبرنا التاني يا استاذ محمد، وانتهى عند كده. الخبر الثالث، جوميز على وشك التجديد مع نادي الزمالك، بس هيطلب شويه. جوميز كان بياخد $50,000، 65 هو والرجاله المعاونين بتوع الاجانب. الشغل اللي شغال طبعا، انا بقول في عرض في السعوديه، في عرض هنا، في عرض هناك، عشان ارفع من سعري. جوميز هيجدد للزمالك 2 وسعره هيزيد، ممكن يوصل $100,000. يبقى تجديد جوميز للزمالك $100,000 في الشهر. وكأن $100,000 ده، انا بقول 100,000 جنيه ولا حاجه. ده $100,000 دول يعني 5 مليون جنيه في الشهر. عجايب. الناس دي بتقدم ايه للكره المصريه؟ محدش يقدم للكره المصريه الا عدد محدود جدا من المدربين الاجانب، وعلى رأسهم طبعا أسطورة الأساطير، صديقي العزيز اللي بعتز وبفتخر بصداقته لغاية دلوقتي، مانويل جوزيه دي سيلفا. إلى هنا خلصت أخبارنا النهاردة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.